أمام صورة ابنها في ميدان التحرير في العراق، تبكي هذه السيدة في الذات كبدها. صورته تنتصب إلى جانب أقرانه من المحتجين الذين سقطوا خلال المظاهرات في العراق التي اندلعت مطلع أكتوبر. وفق المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، بلغ عدد قتلى الاحتجاجات نحو 700، ووصل عدد الجرحى إلى قرابة 24,000. أما عدد المعتقلين فبلغ قرابة 3,000 شخص. وفيما تتهم السلطات طرفا ثالثا بقتل المحتجين وبالانتهاكات بحقهم، يشير المحتجون بأصابع الاتهام إلى الميليشيات الموالية لإيران. في الأثناء يشهد الحراك منذ أسبوع مشاركة ملحوظة من قبل طلاب الجامعات للمطالبة بتنفيذ المطالب بانتخاب رئيس حكومة جديد خلفا لعادل عبد المهدي يشرف على انتخابات تشريعية مبكرة. هذا في وقت لا تزال الكتل السياسية غير قادرة على التوافق لإيجاد شخصية بديلة لرئاسة الوزراء رغم انقضاء المهل الدستورية، في ظل ضغط من الشارع لإيجاد شخصية مرضية لتطلعاتهم. شيلا فتيري،